ام الدنيا يا بنت، اهلا وسهلا. ربنا يحميك. يا اهلا وسهلا يا ست الكل، اتفضلي. ميرسي، تشكرا. 90 البندق ب 470. تحت ام الدنيا. ميرسي، محل مصري. الله يخليك. هو مشكل تماس 25 ليرة أو في أوزال ب 190. بصوا ب 150 ليرة كيلو. الواحدة ب 15. 400. ويا صباح الاناناس على احلى ناس من قلب اسطنبول. ببعت سلامي من تركيا، قولوا لي وصل سلامي لغايه فين. اجواء اسطنبول النهارده عن اسواق امينونو. اسعار المكسرات في اسطنبول، ارخص اسعار للمكسرات واسعار تركيا الان. هل فعلا تركيا اصبحت غاليه؟ ده هنعرفه في فيديو النهارده. بس قبل ما نروح الجوله في اسواق امينونو المخفيه اللي ما يعرفهاش كتير من السياح، حابه اشرح لكم هنا ازاي تروحوا من امينونو الى الجهه الاسيويه واحسن مكان لأكل السمك والباليك إكمك، وفين كمان ممكن ناخد أجمل جولة بوسفور، وإزاي نروح اسكودار. كل ده هنشرح الجزئية دي في أمينونو. بس لأول مرة تشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناة يا أحلى ناس، واكتبوا كومنتاتكم وتعليقاتكم الجميلة تحت الفيديو. ويلا بينا نبدأ جولة هنا أسواق أمينونو. الأجواء هنا جميلة جدا، شايفين الشكل الجميل. كل الناس بتيجي تقعد هنا. البوسفور قدامنا، برج جلاطة اهوت، هنا جسر جلاطة. اجمل مكان تاكلوا فيه سمك هنا عند جسر جلاطة، سواء السندوتشات او الاطباق. الهواء جميل قوي، البواخر، حركة البواخر وهي رايحة وهي جاية. الاجواء تحفة هنا. اتفرجوا هنا، بصوا على طائر النورس، ما شاء الله على الجمال، الشكل الجميل. قدامنا الناحية التانية ممكن تاخدوا رحلة البوسفور اللي هي البواس باتي، مكتوب هنا كمان بوسفور لاين. الرحلة بتبقى ظريفة قوي ان انتوا تركبوا. سعر الرحلة 150 ليرة، يعني حوالي 3 دولار. هنا بيقفوا يستنوا مع بعض البواص حطت تيجي. شايفين المكان؟ بيسموها هنا بواس تورو اللي هي رحلة البوسفور. هنا ممكن بقى دي أمينونو اوتشيس كيليسي، برضو هنا البواس حطة. شايفين؟ ممكن تروحوا هنا الاستانيا، تروحوا السارير، تروحوا اللي هو أرنافوتكوي، إمرجان وبيبك. هنا كمان في البيوك ديري من المكان ده. شايفين هنا الباستورو، هو مكتوب 150 ليرة. الناس كلها طالعة هنا الباستورو. هنا تبع البلدية. زي ما قلت لكم مشيتوا على طول هنا هتلاقوا جميع انواع المحلات والشوب اللي بتبيع السمك، سواء اللي هو الساندوتش الباليك اللي هو ساندوتش السمك او الاطباق. بيبقى بالطبق يا جماعه علشان محدش يفتكر ان ده مثلا كيلو او نص. هنا الناحيه التانية اللي عايز يروح لاسكودار والكيسكو
كولاسيه اللي هو برج الفتاة. بيمشي الجزئية دي كده يا جماعة، تفضلوا ماشيين كده معايا وتروحوا عند الايه اسكودار. بصوا قدامنا اهو قدامنا كده اسكودار، وبتبقى المواعيد موجودة هنا تحت كده. المصر تشارشي تطلعوا عليه اللي هو السوق المصري. شايفين الجزء ده كده؟ تدخلوا من هنا وتروحوا على اسكودار. ويا جماعة كده اسكودار في الساعة 1:45 وفي الساعة 2:05 بكارت اسطنبول. تشحنوا الكارت من هنا. هنا كمان في الكستانة 100 جرام ب60 ليرة. كوز الذرة هنا ب40 ليرة. الناس ماشية كده بقى علشان يروحوا يشوفوا الباليك اكمك. هنا في المكان ده تتمشوا كده فوق وتوصلوا لغاية الأماكن. تعدوا الناحية التانية هتلاقوا هنا الباليك اكمك. لو عدينا جلاتا كوبرسو كده ومشيتوا كده من فوق تمام وخلصتوا الكوبرو، لو بصين على الناحية التانية هتوصلوها، هتلاقوا نفسكم في كاراكوي. شايفين الجزء القداماني ده خالص؟ هتوصلوا هناك هتلاقوا نفسكم في كاراكوي برضو عند سندوتشات السمك والأماكن الجميلة دي. بصوا أنا عديت كده الطريق ده وداخلة كده على أسواق مينونو. بس قبل ما ادخل اسواق مينونو حابه اوريكم هنا الكافيتريات والمطاعم اللي موجوده، بحيث ان حد حابب ياكل اكل تركي ممكن ياكله من هنا. دي الاسعار يا جماعه، الاسعار في وسط اسطنبول. اسعار دلوقتي بالنسبه للبعض خياليه، وبالنسبه للبعض الطبيعي ان تبقى دي اسعار اسطنبول. هنا المطاعم هنا بيتزا ب280. شايفين هنا في دب ب120. لو دخلنا شمال من هنا هندخل على اسواق مينونو المخفيه اللي انا بقولها لكم. احنا بقى هندخل كده. ده اليني جامع يا جماعه، في وراه برضو محلات وشوبس كتير. لو مشينا على طول كده هنوصل للمصر تشارشي اللي هو البازار المصري او السوق المصري. الحاجة دي منتشرة هنا، بيبيعوها قوي في تركيا، اللي هي اليانصيب. ناس بالنسبة لها هنا كده تعتبر قاعدة ورحلة قدام المسجد. هنا في ميدان إمينونو. ده الجامع. هنا في مكانات ATM كتير قوي على فكرة. احنا هنمشي كده ونروح بقى نشوف اسعار وسط اسطنبول عاملة ازاي. في فعلا اسعار خيالية ولا الاسعار عاملة ازاي. نشوف ايه الحلويات التركية، ونشوف كمان اللقم، الحلقوم،
البيتزا، الجبنة، المربى، الزيتون، وفي كمان زيت زيتون، في نشوف كمان البسطرمة وكل حاجات الفطار هناك. يلا بينا كده نشوف الشكل. بصوا الاجواء عامله ازاي، الدنيا زحمه هنا في امينونو، العربيات واقفه عشان الاشارات. اسطنبول دايما زحمه. بس يا جماعه السوق عامل ازاي. ده المصر تشارشي اللي هو السوق المصري او البازار المصري. هنا الذرة، كل مكان موجود في اسطنبول طول ما انتم ماشيين. بس هنا عامل بقى سعرين، في سعر الصغير ب30، سعر الذرة الكبير ب40. سوق الحمام يا روحي، الحمام في كل حتة في اسطنبول. الأطفال بتحب تلعب مع الحمام، بتأكلوا هنا. لو بصيتوا قدام هناك في طائر النورس بيطير عند المسجد. الجزئية دي دايما خاصة بالبيتس، الأكل بتاعها أكل الحيوانات الأليفة، الطيور. هنا في الجزء ده اللي عندهم حيوانات في البيت، سواء طيور أو عصافير أو قطط، هيلاقوا هنا الأكل بتاعها وكل ما يلزمها من أدوات. في كمان أيوة نباتات الزينة وكل الفيتامينز بتاعتها هنا في الجزء اللي أنا وريت لكم عليه ده، مع أكل العصافير وكده. هنا الآيس كريم جنب السوق المصري بالظبط. تعالوا نشوف الحلويات والمكسرات. اسعار المكسرات دلوقتي كام في اسطنبول في سوق امينونو. اللي مكتوب ده يا جماعه بصوا مكتوب 500 جرام، اللي هو مشكل ب 125 ليره، او في ازال ب 190 ب 210. دي هنا كده اسعار 500 جرام. هنا اسعار ال 200، ده 200 ليره الكيلو، الواحده ب 15. 400. بصوا هنا فوق، كاميرا جايباها ولا لا؟ طائر النورس عمال يحلق فوق، شايفين الشكل الجميل. احيانا هنا كمان بيحذفوا لهم هنا اكل، طبعا طائر النورس بياكل لحوم او اسماك، فبيحذفوا لهم هنا، بيجوا ياكلوا هنا. بصوا 500 جرام فستق 300 250. الجديد سجوك ب 200 اللي هو الشكل ده. هنا ب 120 اللقم، كده ب 300. هنا الاسعار يا جماعه، موجود لكم بالعسل ب 420 ليره. بصوا الشكل الجميل ده، شكل المشروم واللون الحلو ده. الاسعار واضحه، كيلو دلوقتي ب 820 650. قدامنا هنا السميد. بصوا السميد ب 15 ليره. في كمان بالنوتيلا ب 40، بالتشيز برضو ب 40، بالفروت مايفا يعني بالفواكه ب 20، والميه كمان ب 10. كل حاجه هنا بقى ليها سعر. تعالوا نشوف لقم بهارات. هنا ب 120. ده بالتشيليكلي بالفراولة. Çilek.
kakao, süt, Hindistan cevizi, bu da şeker. تمام. هو بيقول لنا ان ده بالفراولة، ده بالمستكة، ده بالفستق، وده بالايه؟ Pudra, şeker. هنا تعالوا نشوف سعر الفستق. ده صغير شوية ب 490، البندق ب 470، مكسرات مشكلة، اللوز. هنا كل المكسرات. أنا بحس إن هنا تعتبر أرخص الأسعار في أسواق أمينونو. بصوا هنا مكتوب بول فستقلي بقلاوة شيتليري تشوك فيات، يعني أسعار صدمة 750. بصوا الفستق، بصوا بيدينا ايه، انا مش هكسف ايده. هنا عند شكرو افندي العلبة 750 ليرة. دي الاشكال. تعالوا نشوف الناحية التانية. بصوا العلبة دي 750، 450 الهلكوم. هنا كل اللحم، الحلويات التركية. هنا نوجة بالفستق، هنا بالرمان. بصوا الأشكال جميلة. هنا السمك يا جماعة. بصوا الجبنة، ألذ حاجة انهم مغطينها. بحب الحاجات المتغطية. الزيتون، حاجات الواحد يحب يشتري منها كده وهو مروح. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz efendiniz. Buyurun. بس هنا البقلاوة. يلا يلا محمد، ما عندنا مصر ام الدنيا يا بنت. اهلا وسهلا. ربنا يحميك. يا اهلا وسهلا يا ست الكل، اتفضلي. ميرسي، تشكرا اتفضلي جدا. نضيفك حاجه. ميرسي، ربنا يخليك. ضيف ست الكل. هنا عند شكر افندي. تعالي ضيف. الراجل ده طيب جدا. تبقوا تبقوا تيجوا يا عم. ضيفي بقى. ميرسي، شكرا. بصوا بيقدم لي ايه. شكرا من جدا. القاهرة؟ ايوه من القاهرة. هو ده نعم. هو ده. ربنا يخليك. انت منين بقى؟ انا من سوريا. اهلا بيك. اهلا باهل سوريا الكرام. ربنا يحميك يا رب. طبعا كرام. اتفضلي يا شريف. ميرسي، ربنا حتة يخليك. شاي رمان صغيره. اوكي تمام. يلا. بصوا هنا الاسعار بقى 1250. هنا المشمش. هنا في شكر افندي. هو هنا بيقول لي ان هو نمبر 1. لا شكرا يا فندم، رقم 1. موجود هنا 4 محلات. ما شاء الله. فينا طبعا نعمل لكم ديسكاونت. تمام. اللي يجي عن طريقك نعمل له ديسكاونت كويس. متشكره لك. اديكوا سمعتوا اهو، اللي يجي عن طريقي يعمل له ديسكاونت. كله سافر وكله هو يعمل لكم ديسكاونت. طبعا. ماشي، الف شكر، مع السلامه. الو. هنا في مراد باي للجبنه، سعر هنا 269. الجبن هنا لوكس. تفضل معلمة تمثال. بصوا ورق العنب. الفرع الثاني اهو اللي شكر افندي. حلقوم ب 450 ليرة. هنا ب 750. بصوا الاشكال الجميلة.
تحس ان شكر افندي نضيف كتير. بصوا شكل العلب، شكلها حلو برضو. الفل تحلم من الدنيا. ميرسي. محل مصري. الله يخليك. انت مصري؟ لا عندي بس في كلام عربي. اهلا وسهلا. ميرسي. بصوا هنا المطاعم الجميلة اللي موجودة هنا بتقدم الكباب. هتلاقوا برضو شكر افندي هنا موجود. المطاعم هنا ظريفة قوي يا جماعة، ان انتوا تجربوها، والقعدة حلوة. قاعدين قدامكم هنا الميدان، شايفين ده الفيو. هنا بقى هتلاقوا المكسرات. ده سعره هنا 500. هنا الحلقوم والتركي ديلايت، الجبن، في فوق الزيت زيتون. السوق كله هنا مليان بالشكل ده. ورق العنب، الزيتون. بصوا الجبن، المكسرات كل اشكالها وانواعها. دخلنا جوه شويه لقينا البقلاوه هنا ب 600 ليره. هنا الحلقوم ب 300 لكم يا جماعه قصدي. هنا في الهدايا، هنا كاتبين لكم كامبانيا ب 150. هنا المكسرات. هنا العسل. جوه بيقول في عسل. مش شايفه هنا في زيوت. هنا شكر افندي. بصوا هنا اللحم. السلام عليكم. هنا الاسعار اهي موجوده قدامكم. بس الاخضر لوحده بيعمل 1000 ليره كده. هنا عندنا الزيتون. بصوا الزيتون الملون. العنب جوه القهوة. البامية الويكا، بامية الجافة، كل أنواع الخضار الجاف هنا. كل الشاي بكل الأطعم. الناحية التانية تعالوا نشوف البسطرمة هنا. بصوا البسطرمة أحلى حاجة هنا. السجق، كل ده هنا هتلاقيهم بأسعار كويسة. هو ده سعر البسطرمة. من الثلاجة رأسا إليكم. मैंगो सब पड़ेगा सर।
هنا ده المخللات، اشهر حد للمخلل، الميه وكل حاجه. هنا ورق العنب عنده غالي شويه عن الاسعار بره. كل واحد بقى بيحط السعر للبضاعه بتاعته. الدنيا مزدحمه جدا. قدامنا كده قهوه محمد افندي 65 جرام ب30، الكيلو ب460 ليرة. الدنيا زحمة جدا فمش هعدي دلوقتي، استنى الناس ما تعدي. تعالوا نشوف كده الأسعار هنا للمكسرات. ريحة يا جماعة معبية المكان، ريحة القهوة بتاعت محمد أفندي والزحمة اللي قدامه. البهارات هنا كينا يعني الحنة. هنا هتلاقوا بقى العسل، زيت الزيتون، الشاي بكل الأطعم. Alın bir tane kızım. Evet, devam edelim. Alın bir tane. Devam edelim. هنا الشكار، البونبون والحلويات، حلويات الصفا. البقلاوة هنا ب850. ممكن تقعدوا تطلعوا فوق، ممكن تقعدوا تحت او تطلعوا فوق. حلقة بقت ب20. ده حلويات الصفا موجود هنا كمان في اسواق امينونو. هنا البونبوني يا جماعه بكل اشكاله والوانه وانواعه ب 240. المطعم ده جديد، ادي الافتتاح بتاعه وكاتب الاسعار، ادي المنيو. هنا المطعم، القعده كده، مخلل بقى ورق العنب، الصلصه، كل انواع المخللات. العلب دي دايما على طول متواجده في كل مكان لانها بتبقى شغاله جدا في الهدايا، البسطرمه والجبن، المخللات، وفي نفس الوقت الفواكه الجافه والخضار الجاف. هنا في يني هانا، اليني هان دي برضو بصوا قاعدة هنا. وضبوها وعملوا المكان ظريف قوي للقعدة. بصوا المكان هنا شكله ظريف. هنا لو عايزين تاكلوا كباب في الجزئية دي. تعالوا نطلع بقى ونكمل لف في اسواق امينونو، نشوف الاسواق المخفيه اللي ما يعرفهاش كتير من السياح. اسعار المكسرات، اسعار الفستق، كاجو. هنا المشكل ب 380. بصوا لكم هنا ب 140. هنا المكان ظريف، هتلاقوا فيه ارخص الاسعار من اسعار استقلال طبعا. هنا بصوا 600 ليرة. مرحبا، ميرسي. هنا في عايزنا نصور لك؟ ماشي تمام. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. هنا ده ب600. في كل سيكشن كاتبين الاسعار. اللي واقف على الباب مصري.
ماشي تمام، شكرا. صورت جوه والله؟ صورت جوه. بس على فكره هو في يعني لما بيبقى في حاجه شغاله بيبقى ضد حقوق اليوتيوب، فممكن في اجزاء بتتشال. يلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اول مره اشوف الاناناس هنا في الكنتالوب، سعره 95. هو هنا بيبيعوا الاناناس الطبيعي. بصوا المكان هنا هتلاقوا بقى هنا هدايا عيد الميلاد او تحضيرات عيد الميلاد، تحضيرات الزفاف، كل حاجة هتلاقوها هنا، من إبرة الصاروخ في أسواق أمينونو. كل اكسسوارات الموبايل هنا هتلاقوه هنا بأرخص الأسعار. تعالوا نشوف كده الأسعار دي عاملة ازاي. هو يا جماعة بيبدأ من 130 ليرة، 150. شايفين أكبر سنتر للجرابات، اكسسوارات الموبايل، اللي مش لاقي أي حاجة لموبايله أو إكران أي حاجة هيلاقوها هنا. إكران اللي هو الشاشة يا جماعة، لابتوب أو أي حاجة، تابلت هيلاقوا هنا في الحاجات دي. ايربودز، اي حاجه يا جماعه عايزينها الاكسسوارات الموبايل موجوده في المول الكبير ده. سوق الاكل الجميل، طريقه الاعداد الجميله، المنيو هنا، القعده هنا لأعياد الميلاد، السبوع، الحفلات، كل ده هنا موجود. وفي كمان بيبقى عنده حاجات للمناسبات على حسب، مثلا في مناسبة الأعياد ورمضان وكده، المناسبات الدينية. هنا بقى ممكن نقول ان هو ده تخصص التورت او المطبخ من اوله لاخره، بما فيه حاجات التورت واعياد الميلاد. هنا القهوة برازيلي بقى، اي من كولومبيا، كوبا، كل انواع القهوات هتلاقوها هنا. المكنه طول ما احنا ماشيين هنلاقي المحلات دي، وعندهم كمان العطور. المكان ده انا كده جربته قبل كده للاكل، هايل يا جماعه. القعده فيه ظريفه قوي، بيقدم لكم الاكل الكباب بارخص الاسعار، والقعده هنا كمان. حلويات بقى للاطفال، كل الاشكال. بصوا عجم اولو، حلويات هنا الجميلة، طريقة التقديم الظريفة قوي. البقلاوة دي حلوة قوي بالفستق، الاشكال هنا تحفة. هنا ممكن تقعدوا. بصوا المكان ظريف، الدنيا زحمة. انا هحاول اعدي كده علشان بيمشوا صف رايح وصف جاي. هنا البهارات،
طريقة الشاي. هذا شاي الحب او بلا اسمه شاي التوت. تفضل كيوت. شاي التوت. ميرسي. هنا في جاسمين تي. هو ده؟ ماشي تمام. بصوا قدامكم هنا عصي كونفاليري. عصي كونفاليري هنا. تعالوا نشوف الكنافة بتتقدم ازاي. هنا اهلا بيك. اهلا بيك. هنا الكنافة. كنافة بالجبنة. اعملها كده. بصوا شكل الكنافة بالجبنة يجنن. اول شنو دي الاسعار يا جماعة. هنا القعدة. بصوا الشكل الجميل للقعدة. دي بتتاخد هدايا بقى. بصوا الفناجين الجميلة والأباريق الحلوة. تعالوا نشوف البقلاوة هنا. الأكل الجميل. عند أجم أولو. بصوا شكل الكنافة تحفة. هنا الفستقية. هنا الأشكال جميلة جدا. مرحبا. المكان برضو حلو قوي. هنا بقى الشوكولاتة. كل حاجة ممكن تلاقوها هنا. كل انواع الشوكولاتات هتلاقوها هنا في المكان ده. بصوا شوكولاتة المطبخ.